السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ انا لوليو معاكم من قناة لولي تشانل. النهاردة جاية اعمل معاكم الكوسة بالبشاميل. دلوقتي اول حاجة هعملها هحط طاسة على النار وبعدين هحط فيها السمنة. انا دلوقتي هعصج اللحمة. اول حاجة هحط السمنة ولما تسيح معايا هنزل بالبصل المفروم او متقطع مكعبات زي ما انتوا حابين طبعا، وهحط لكم كمان المكونات على الفيديو عشان تاخدوها سكرين شوت. انا بحب انزل بالبصل الاول، انتوا ممكن طبعا تنزلوا بالبصل الاول او باللحمه المفرومه الاول زي ما انتوا حابين، وبفضل كده اقلب في البصل لحد ما يدبل وبعدين بنزل عليه باللحمه المفرومه. انا الصينيه دي هعمل فيها نص لحمه مفرومه زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين طبعا هفضل اقلب فيهم لحد ما احس ان اللحمه المفرومه ابتدت تدخل في السوا. وبعدين هضيف عليها اي خضار تاني انا حابه اضيفه. انا هنا هضيف جزر مبشور. جزر مبشور بيدي اللحمه المعصجه طعم حلو جدا جدا جدا. وطبعا انتوا لو حابين تضيفوا فلفل، حابين تضيفوا كوسة حتى مبشورة برضو زي الجزر، كلها حاجات حلوة قوي، اضافات جميلة. انا كان معايا الجزر ده المبشور، انا كنت بشراه مفرزاه في الفريزر، فعشان كده هتحسوا ان هو متلج شوية، مش صابح يعني. وبعدين دلوقتي بقى هعمل البشاميل. حطيت السمنة ولما احس ان السمنة سخنت معايا هبتدي انزل بالدقيق. انا برضو هحط لكم المقادير بتاعته. انا بحب احط دقيق كتير لان انا بحب البشاميل تقيل، ما بحبوش خفيف زي اللبن، ومش بحبه تقيل قوي، بس هو قوامه بيبقى كريمي وبيبقى حلو جدا بكمية الدقيق دي. وكمان بحب لو بعمل اي حاجة بالبشاميل كمية البشاميل تكون كتيرة، عشان كده انتوا ممكن تستغربوا ان كمية الدقيق كتير، يعني من 6 ل7 معالق. وهفضل اقلب فيهم، مش هسيبهم خالص طبعا علشان ما يكلكعش معايا، لحد ما احس ان ريحة السمنة مع الدقيق ابتدت تظهر، واحس ان يعني الدقيق مع السمنة ابتدوا يستووا، هنزل بقى باللبن. طبعا اللبن انا ما حطيتش كمية محددة من اللبن، لان انتي بتفضلي تحطي حبة بحبة لحد ما يعني القوام اللي انتي حاباه معاكي. انا هنا حطيت نص كيلو لبن، وابتديت ازود لحد ما ظبط معايا، يعني ممكن اكون حطيت كيلو الا ربع مثلا. هنا انا بوريكم قوام البشاميل اللي بقى عامل ازاي. دي بقى معلقة نشا متدوبة في شوية لبن، بتفرق جدا جدا في البشاميل وفي القوام بتاعه، بيبقى عامل زي المهلبية، يعني بيبقى كريمي جدا جدا، وكمان لونه بيبقى ابيض فاتح. وبحط كمان جبنة، ايا كان ايه الجبنة اللي عندي بحطها. لو عندي جبنة موتزاريلا، رومي، بحب احط كمان جبنة نستو او جبنة كيري. ودلوقتي حطيت الملح الفلفل، وطبعا لو عندكم قشطة وحابين تضيفوا على البشاميل او كريمة لباني، كلها اضافات حلوة، يعني اللي موجود عندك حطيه. جبت دلوقتي كمان الصينية اللي هعمل فيها الكوسة ودهنتها من تحت سمنة، او ممكن تحطوا شوية من البشاميل. الكوسة دي انا يعني سلقاها بس في شوية مية صغيرين جدا، ما بسيبهاش تتهري على النار، لا بديها يعني بسويها نص سوا، وبعدين رصيتها في الصينية عادي جدا، وحطيت عليها اللحمة اللي انا عصقتها. انا بحب احط الكوسة كلها طبقة واحدة، وبعدين احط فوقيها اللحمة المفرومة طبقة واحدة، وبعدين انزل عليهم بالبشاميل.
شفتوا ازاي معايا كمية البشاميل كبيرة؟ بفضل بقى احط لحد ما اغطي، يعني ما يبانش اي حاجة في الصينية، كلها تكون متغطية بالبشاميل كويس جدا. ودلوقتي بقى انا هكمل كمية البشاميل وبعدين هحطها في الفرن. وكده لما طلعت لو معايا، عجبكم الفيديو اكتبولي في الكومنتات واشوفكم في فيديو جديد.